سلام فاميلا. اليوم غندير معكم فطوري ديال رمضان مسمن ملاوي بطريقه سهله يجيك زوين وخفيف ومورق. غادي نوريكم الطريقه بالتفصيل في الفيديو، خليكم معايا حتى الاخير. وميني بطبوط بحشوه بارده ومريحه للمعده، واحد الطويجين ديال بوزروك. بما انني في المنصوريه منطقه معروفه ببوزروك، غنديروا طويجين ديال بوزروك بواحد العطريه زوينه وواحد الاعشاب منسمه اللي زوينه غادي نشاركها معكم. وطويجين ديال اول حاجه غنبدا بها طويجين الكفته اللي درت فيه المعدنوس ودرت فيه الثومه، درت فيه الثومه بودغ حتى هي، درت فيه الملح، بابريكا، بزار، سكينجبير، ودرت به شويه اعشاب منسمه اللي غادي نشاركها معكم. غنخلي هاد الكفته ترقد في هاد العطريه وندوزو البوزروك اللي غادي نديرو فيه حتى هو هاد الاعشاب هادي. هنا العطريه ديال الحوت، الكمون، سكينجبير، بابريكا، شويه الفلفله السودانيه مليحه، وهنا اعشاب منسمه اللي غادي نوريها لكم دابا. كتجي زوينه ولذيذه وكتحيد هذيك الزفوريه ديال اي حوت او لا اي زفوريه، كتحيدها زوينه بزاف. اول حاجه الشيبت اللي هو الوراق ديال البسباس، كيجيو زوينين. الا عندك الوراق ديال البسباس يمكن لك تكرميهم وتستعمليهم، سينو كتشري هاد القريعات هادو. وهنايا عندنا هاد الثومه، سميت ديال الثوم، وكندير حتى ثوم طبيعيه باش كتعطيني لذه اكثر. وهنا الحبق كيعطي واحد النسمه اللي هي زوينه. وهنا مجموعه من اعشاب اورينتال، اللي كتمزيج ما بين الحباق، ما بين بزاف ديال الاعشاب اللي كيعطيو واحد النسمه زوينه. ثاني حاجه عجينه البطبوط، وهنايا غادي نعمرو قلت لكم بواحد الحشوه اللي هي زوينه. غادي نكملوا طاجين الكفته، عاد غندوزو للعجينه ديالنا. من بعد ما خليت ديك الكفته في ديك العطريه مرقده واحد نص ساعه هكاك حتى شربت لي العطريه مزيان، درتها كويرات في الطاجين. استعملت زيت البلديه هي الاولى، انا ما كنديرش مطيشه كطيب هي الاولى، كندير الكفته تحمر هي الاولى. وهنا الطاجين ديال حيت كنطيبهم في نفس الوقت، طاجين ديال بوزروك اللي درت شويه زيت بلديه. غندير صلصه طماطم، انا استعملت ديال الباكيه، كتجيني سهله وكتعطي واحد اللذه زوينه وما كتجيش حامضه. وحطيت بوزروك ديالي اللي غسلته مزيان، خصو ضروري تغسل شحال من مره حيت كيكون فيه ديك الرمله والحجر ديال الكوكياج. الا ما تغسلش كتولي ملي كتنضغو كتحسوا بالحجر، ما كيجيش زوين. ودرت ليه هاد العطريه كامله اللي شاركت معاكم، كتعطي لذه زوينه. وهاد المنسمات اللي كيعطيو واحد البنه ما نقولش لكم شحال جا بنين بزاف. واخا استعملت بودره الثوم البودره، استعملت الثوم العاديه لانها هي اللي مجهده وكتعطي ديك النكهه في الحوت او في بوزروك. وكما قلت لكم منطقه المنصوريه معروفه ببوزروك، يعني على طول الساحل ديالها كيتباع بوزروك. وغادي نخليها يتشحر مزيان، كنحرك هكا وكنحاولوا ما نضغطوش عليه باش ما يتهرش لينا، باش يبقى لينا بوزروك صينه ما تبقاش تقطع وتذوب. غنخليوها حتى تشحر شويه. هنا غادي نسد على الطويجنات، غنخليهم يطيبوا وغادي ندوزو لحاجه اخرى نوجدوها او ميم طون. انا مني تشحر ليا الطويجين ديال الكفته زدت عليه بصيله من الفوق حتى كيتحمر ليا، وحتى كندير ديك البصله وكتشحر مزيان، عاد كنضيف عليه الصلصه ديال الطماطم. هكا كيجي خفيف وبنين ما كيتقلش عليكم. وهذيك البصيله من الفوق كتعطي نسمه زوينه. حسن الا درتها هي الاولى وطابت ما كتعطيش النسمه ديالها في الكفته، بحال لحتي على الكفته من الفوق هكا داك الماء ديالها كينزل عليها من الفوق لتحت. كنحرك حيت الطاجين صراحه جاني صغير على الكونتيتي ديال الكفته. البوزروك ديالنا هو هذا بدا كيطيب. هنا غادي نضيف ليه الزيتون والحامض، ولا عندكم مريقه سيدنا موسى ديروها، انا نسيت ما جبتهاش ما درتهاش. دونك اللي عندكم ورقه سيدنا موسى حتى هي كتطلق واحد اللذه زوينه. وغنضيف عليه
طريفات ديال الحامض والزيتون الحمر اللي كيجي بنين. هنا غادي ندوزو للعجينه ديالنا، غادي نوجدوها. هذه العجينه ديال البيتزا كنت درتها خمرات. سرحت لاباط ديالي في الصينيه اللي غتدخل الفران، ودرت ليها هكا بالطرف ديال صبعاني باش كتشرب هذيك لاصوص. وتقدروا ديروها بالفورشيت. درت الصلصه ديال الطماطم. هاد الصلصه كتجي زوينه وسهله. حطيت لكم واحد الفيديو كيفاش تصوبوها في الدار، سينو كتشريوها معلبه. الا عندكم مطيشه كثيره من الاحسن تصوبوها في الدار، كتجي لذيذه بزاف ديال الدار. غادي نحط لكم لو لين ديال الفيديو هنا باش فتحت الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال كيفاش تصوبوا الصلصه ديال البيتزا وديال تحتاجوها لاي حاجه، الكفته لاي حاجه. هنا كندير موتزاريلا، كنحط عليها بصيله وفليفله كنكون قطعتهم طرونش بلا ما كنطيبهم، كيطيبوا في الفران باش كيطلقوا ديك اللذه ديالهم في البيتزا. وحطيت الزيتون. من بعد ما غطيب ليا ديك البيتزا عاد غادي نحط عليها الطون والموتزاريلا من الفوق. ودابا غندوزو للمسمن اللي غادي الملوي. هنا خديت واحد الكاسرول ودرت فيها الزبده دابت، ودرت فيها الزيت، يعني خليط ما بين الزبده والزيت. كنسرح العجينه ديالي بحال هكا، كنسرحها مزيان حتى كتولي رقيقه. وكنرش بالدقيق باش كيخلي دوك المسمن مورق. وكنبدا نلوي على هذا الشكل. شوفوا كيفاش بسيطه وسهله، ما كتحليكم ما والو. كتجي المسمنه مقاده وكتجي مورقه. غادي تشوفوا في الاخير ديال الفيديو كيفاش جاتني مورقه. وهذه الطريقه سهله. نعاود لكم واحده اخرى. يعني سرحت، شوف العجينه مني كتخليها حتى كترتاح كتولي فليكسيبل دغيا، كتمشي لك مع يديك. الطبقه الاولى درت شويه ديال الدقيق، انا كنستعمل الفينو، وشويه ديال الزبده مع الزيت. وكنبداو نروليو بحال هكا، وكنجمعوا هادوك الجنيبات، كنحاولوا نلاقيهم الوسط هكا باش ما كتحلش لينا. وكنخليوها ترتاح. قد ما ارتاحت العجينه قد ما كتعطينا نتيجه زوينه. غطيتها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح. كل ما ارتاحت كل ما كتجي نتيجه مزيانه. عليه الربيع صافي يبقى يشرب شويه. وهنا درت عليه حتى هو الزيتون الحامض والربيع. صافي عليه نغطي عليه تيشرب شويه. هذا ما يبقاش هكا يتحمر، تحمر شويه البيتزا من الفوق. هنا نعضو وهنا البيتزا زدت عليها الطون وزدت عليها الفرomاج من الفوق والموتزاريلا ودخلتها للفران. هي هذه كيف ما كتشوفوا، هذيك الفلفله كطيب لينا في الفران. هنايا هاد لي ميني بوت درت ليهم حشوه اللي هي درت فقط فرماج، جبن، فرماج وخس ومطيشه. كيجيو خفاف ومريحين للمعده ديالنا. وهذا هو الفطور ديالنا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو باش نطيبوا المسمن. هنا اخر حاجه خليتها لكم هي المسمن. من بعد ما ارتاح مزيان طيبته باش نوريكم كي جا. كنديروا نسخنوا المقله ديالنا وكنرشوا شويه ديال الزبيده والزيت عليه من الفوق ونخليوه كيطيب. كيتحمر وكيتنفخ لينا
وهذه الثانيه غادي تشوفوا كيفاش جا مورق من الداخل، زوين ومحمر. وهنا كنقول لكم بالصحه والراحه الا جربتوا هاد الطريقه هذه. وهذا هو المسمن ديالنا كله، وشوفوا كيفاش جا محلول وجا مورق من الداخل. هذاك الدقيق الفينو كيخلي الورقه ما كتلصقش على الورقه. وهنا كنقول لكم صحه فطوركم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.